من نمبر 0، مش هقول 1، ده منتخب تحت الزيرو. منتخب بتاعنا اللي كان في الأردن. على فكرة مفيش حاجة اسمها سمعة البلد، مفيش حاجة اسمها سمعة الكرة المصرية عند الناس دي، مفيش حاجة اسمها انك ازاي تعد فرقة صح او نص صح او ربع صح. مفيش ملمح يا اخي في لعيب ولا في مدرب. كان نفسي اطلع اقول ازاي يا كابتن حسام حسن ما خدتش فلان، من اول محمد بسام لغايه مروان حمدي. كان نفسي اتلكك لحسام حسن، والله العظيم اقسم بالله وانا بقسم، كان نفسي اتلكك لحسام حسن، كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، اقول له يا اخي حرام عليك يا اخي، ما شفتش يا اخي فلان مع الكابتن حلمي طولان في قطر؟ يا اخي ما شفتش قفشه؟ ما شفتش الشغل بتاع يحيى زكريا الفريكيكو بتاع ناحيه الشمال اللي قاعدين نقول وبيطلع بسرعه الصاروخ والاهلي عايزه، ده المحل عايز 50 مليون، ده غنام مودرن عايز 300 مليون، ده مصطفى سعد ميسي الاهلي ازاي سابه، ده ميدو جابر بدغدغ الدنيا في كاس العرب ازاي مش في المنتخب، ده اكرم توفيق ما راحش ازاي خبرات النني مش موجوده، ازاي بسام مش كان نفسي اطلع اتخانق مع الكابتن حسام حسن في البطوله بتاعه الكاس العرب دي. طلع ان حسام حسن وابراهيم حسن المنتخب الوحيد اللي ناجح في كل منتخبات الكره المصريه. تخيلوا كل منتخبات الناشئين والشباب فراويله، حتى المنتخب اللي راح الاردن فراويله. وعلى راي ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله عامل تويته بيقول لهم استمروا يا باشا، ولا يهمك ولا تتضايق، استمر وخد راحتك وعفارم عليك، استمر في تدمير الكره المصريه. استمروا في تدمير الكره المصريه وعفارم عليكم. يعني كمان بيقول لهم برافو عليكم، استمر. انا قريت خبر ما رضيتش احطه والله، بيقول لك والاتحاد الكره يستعد لثوره تصحيح في المنتخبات. يا راجل صدقت اقسم بالله دخلت عليا. ده منتخب مصر، دي صفحة منتخب مصر، دي صفحة الملوخية، دي صفحة الوفيات، دي مش صفحة منتخب مصر في الكتب ابدا. لا في ارادة ولا في رغبة ولا في طموح ولا في تمريرة صح يا راجل. داخل ماتش تلعب الاردن بالبدلة. ده انا قلت اشوف ياسر النعيمات اللي قال لنا امبارح انا رايح الاهلي بقى نتفرج، لقيته مش موجود. اتاري الاردن بيلعب باربعه خمسه اساسيين مش موجودين بالبدله. 3 يا راجل، نخسر 3 وكنا نخسر 6. معقول؟ قفشه، ده قفشه المظلوم في الاهلي اللي ما بيلعبش. ده كتر خير الاهلي انه قفشه مكمل بالشكل ده، والله العظيم. ايه ده؟ وكابتن حلمي طولان قال تصريح لو هيتحلل هيزعل الكابتن حلمي لما قال 2 بس اللي ساندوا المنتخب، هنا ابو ريده والكابتن مدحت شلبي. المهندس هنا ابو ريده والكابتن مدحت شلبي، هو كده وساند المنتخب؟ هنا ابو ريده، الكابتن هنا ابو ريده، المهندس هنا ابو ريده ده رئيس اتحاد الكوره. ده احنا خسرانين 3 ومتعادلين ماتشين مع الكويت والامارات وخسرانين 3 من الاردن وجايبين جولين وداخل فينا 5. والوحيد اللي اشتغل وساند المهندس هنا ابو ريده رئيس اتحاد الكوره. امال بقى لو رئيس اتحاد الكوره ما ساندش كانت بقت شكلها ايه بقى؟ كانوا 3 خمسات؟ يعني كنا كلنا 3 خمسات ولا ايه؟ كده وساند؟ وبعدين ايه وجه المسانده؟ وان واحد بس والكابتن مدحت شلبي كاعلام مشكورا طبعا سند المنتخب. كلنا ساندنا المنتخب وكلنا سقفنا للكابتن حلمي وكلنا غنينا للكابتن حلمي في الماتشات التجريبيه، انما ما ساندناش المنتخب. انه عايز يلغي ماتشات الدوره ويلغي ماتشات بيراميدز اللي مؤجله، لا مش هنساند، لان مفيش حد بيعمل كده في الدنيا. وبيقول لك ان في دول وفي منتخبات عملوا كده عندهم في دولهم، وانا بقول لك حتى لو ده حصل غلط
مش صح، اصله مش كلام. وبعدين اتحاد الكوره ما طلبش من الرابطه ده ليه قبل القرعه ما تتعمل من 3 اشهر ومن 4 اشهر ومن 5 اشهر؟ احمد دياب بعت لاتحاد الكوره يسال التوقفات اللي انتوا عايزينها، ما قالش ليه في منتخب راح كاس العرب. اعملوا حسابه قبلها باسبوع ولا ب 10 ايام اتحاد الكوره اكتشف ومطلوب منه يدمر جدول الدوري. عشان ايه؟ هو المستوى اللي شفناه ده عشان خاطر ما تاجلتش ماتشات الدوري؟ هو بقى المستوى بقى كده عشان كده؟ خلاص. حقيقه نحن في اسوأ فترات الكره المصريه. السلام عليكم. قبل اي حاجة لازم تعرف المنظومة الفاشلة فاشلة كمان في الاعلام اللي بيعلق على الهزيمة. اعرف ان كله بيضرب في كله، كلها مصالح. والافاق ده اللي بيتكلم ده مهيب ده، كل اللي بيتكلمه ده مكايدة في حلم طولان ومجاملة لحسام حسن، وجات له فرصة على الطبطاب ان هو يتكلم بالكلام ده عشان حسام حسن. يا عم حلمي طولان اخطأ، وعصام الحضري ما بيفهمش حاجة، واحمد حسن ملوش اي دور، وكله بيكايد في شوبير وبيكايدوا في بعض. لكن كمان الاعلام ده هو سبب رئيسي من اسباب فشل كرة القدم المصرية، لان كله بيلمع واحد وبيشتم في واحد على حساب واحد، كلها مصالح. زي ما بيقول لك هتدفع لي كام عشان اخد مكافآت، هو كمان بيقول هتدفع لي كام عشان المعك وانجمك واطلعك في الاعلام ان انت بطل. كله يابا، كله يا باشا، كله شغال بالفلوس. حتى الاعلام الرياضي بتاعنا وصل لمرحلة الفشل اللي وصلت لها الكرة المصرية. انا بقول لك كده، كل البرامج الحوارية شغالة بالفلوس، بتلمع في ده تشتم في ده على اساس هتدفع لي كام. انا مش اهلاوي، انا بقول لك شوبير ساب قناة النادي الاهلي عشان الفلوس بس. انا بقول لك اهو، وشوبير بيدافع عن النادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي وكل حاجة، لكن برضه عنده الفلوس اهم من اي حاجة. نفس الحكاية. وان كان دافع عن حسام فدفاعه عن حسام حسن بيلعب ابنه اساسي مع المنتخب وعايز يحطه نهائي اساسي في كاس العالم. نفس الحكاية. ده مهم، تاريخه معروف من زمان، لما بيلمح حد بيلمح حد عشان الفلوس. يا جماعة احنا مشكلة الكرة المصرية مشكلة منظومة كاملة، مش بس اتحاد الكرة الفاشل اللي فيه شوية عواجيز بقالهم 30 سنة نفس الوشوش وكلها مصالح وتربطات. برضو نفس الاعلام اللي بيطلع في الاعلام الرياضي ده هو نفس الوشوش اللي بتطلع بقالها سنين طويلة، وبيتوارثوا. مرة بيبقى مراسل وبعدين يطلع بيقدم برامج حوارية كلها نفس العقليات. مهيب ده شفناه مع شوبير قبل كده، زي ابراهيم فايق ما كان مع شوبير. يمكن ابراهيم فايق نضيف شوية عنه، لكن كله ساعة المصلحة بيشتغل بمصلحتي وفلوسي، هتديني كام، هلمعك، هنجمك، كله شغال. وعلى قد ما تشتم وتطلع وتعمل ترند على قد ما هيجيبوك في القناة ويدوك اجر زيادة. لكن لو انت محترم وما بتجيبش مشاهدات وقناتك ما فيهاش ترند، محدش هيجيبك يا باشا. انا بقول لك الكلام ده وانا متأكد من الكلام ده 100%. تعالوا شوفوا مثلا واحد زي رضا عبد العال بيطلع في القنوات لانه ترند، مش لانه محلل ولا بيقول كلام عقلاني ولا انه هو بيقول خطط او تكتيك. لا، هو بيطلع لان بيقول كلام غير عقلاني، تحليل مضحك، الناس بتجيب عليه ترند. مهيب عبد الهادي بيجيب ضيفين 3، دول اهلاويه ودول زملكاويه، ويحاول يوقع بينهم بين بعض بكلمه هنا عن حال الزمالك، كلمه هنا عن حال الاهلي. وعلى فكره هو زملكاوي، ولكن بيجيب زملكاوي واهلاوي عشان يبدا يتكلم عن مشاكل الزمالك ويلم مشاهدات والاهلاويه يضحكوا. انا بقول لك انا اهلاوي وانا عارف. كل دي منظومه. نفس الحكايه بيحصل في معظم البرامج بتعمل نفس الحكايه. حتى اسلام الكاذب في البريمو بيجيب رضا عبد العال ويجيب واحد اهلاوي يعني على قده كده في الحوارات عشان تبدا الدنيا تشتعل. ونفس الحكايه، ده اهلاوي وده زملكاوي والناس تشتغل على كده. واحنا نفسنا كقنوات يوتيوب بنشتغل على الكلام ده، لكن احنا بنقول اللي قدامنا. دي المنظومه كلها فاشله. لو انت هتطهر الرياضه من اللي ماسكين في اتحاد الكره والمديرين الفنيين العواجيز اللي هو ما عندهمش اي فكره، طهر كمان الاعلام من المنظومه الفاشله. وخلي بالك الكلام ده اللي اتقال على حلمي طولان هيتقال على حسام حسن، زي ما بقول لك كده، هيتقال على حسام حسن بعد كاس الامم الافريقيه.
نفس الكلام، بس هما دلوقتي مش قادرين يتكلموا لان لسه الامم الافريقيه ما اشتغلتش ولسه النتائج الرسميه ما بانتش. لكن انت لما واجهت الفشل وواجهت الحقيقه كله بيطلع يتكلم دلوقتي. حلمي طولان معذور. انا بقول لك معذور ليه؟ هم قالوا له في اتحاد في الكره في اللجنه الفنيه روح امسك المنتخب. الراجل هيقول لك لا هو كان عنده رأي عند حسام حسن وهم استغلوا الحكايه دي عشان يضربوا في حسام حسن، لان هو اصلا جاي الراجل الاقرع حسام حسن بيقول لك انا جاي بالقياده السياسيه، يعني اصلا بيقول لك انا مش جاي بقدراتي ولا ان انا عندي مؤهلات ولا حققت انجازات ولا انا استحق اتولى تدريب المنتخب، بيقول لك انا جاي بالقياده السياسيه، يعني ما حدش ايه انا معايا واسطه يعني ظهري محمي يعني فبيقول لك انا جاي قاعد على قلبكم في قياده المنتخب. تعال نشوف انت هتعمل ايه في كاس الامم الافريقيه وساعتها نشوف اذا كان هتفضل في موقعك ولا لا.